السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة والإطلالة التي سوف نناقش فيها فوز المنتخب المغربي على المنتخب النيجيري. مرحبا بالجميع ومرحبا بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. والمناسبة شرط لكي نفتح قلوبنا مع جميع المغاربة وجميع المشاهدين لكي نتطرق إلى فوز المنتخب المغربي على المنتخب النيجيري في هذه المباراة التي كانت مباراة شيقة، مباراة تكتيكية، مباراة مشحونة، مباراة سميها ما شئت، مباراة العمر بالنسبة للمنتخب المغربي وبالنسبة لوليد الركراكي وحتى بالنسبة للمنتخب النيجيري. مباراة كانت غاية في الروعة. مباراة بدأت بنهج تكتيكي بالنسبة لوليد الركراكي بالضغط على المنتخب النيجيري. دخل الشوط الأول وهو يضغط على المنافس النيجيري بضغوطات عكس الضغوطات التي رأيناها مع المنتخب الكاميروني. لقد أكلت أكلها في الشوط الأول وسجلنا منها الهدف الأول في الشوط الأول والشوط الثاني. المنتخب المغربي تفوق تكتيكيا على المنتخب النيجيري عكس المنتخب النيجيري الذي تفوق على المنتخب الجزائري بسلاسة وبطريقة في غاية السهولة. أما بالنسبة للمنتخب المغربي كان واقفا داخل أرضية الميدان وقفة مباراة صراحة استنزفت جميع القوة ديالها بالنسبة للمنتخبين. 120 دقيقة ماشي سهلة للاعبين، 120 دقيقة لن تكون سهلة لا بالنسبة للمنتخب المغربي ولا بالنسبة للمنتخب النيجيري بصراحة. وليد الركراكي اليوم أدار وأبان على أنه مدرب في مستوى العالي، مدرب كوتشين، مدرب يعطي جميع فلسفته الكروية داخل أرضية الميدان، بلا ما نهضروا على التكتيك وعلى اللاعبين اللي خلاو الريه ديالهم داخل أرضية الميدان وكيفاش تسيد وليد الركراكي المباراة وكيفاش كانت المباراة مشحونة تكتيكيا. والمباراة كانت صراحة المباراة كانت تكتيكية أحسن من المباراة ديال المنتخب المصري ضد المنتخب السنغالي. وللتذكير على المنتخب المصري، أحمد حسام كيخرج بواحد التصريح في الكونفرنس في الندوة الصحفية التي تلت المباراة بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي، أكد على أنه أن عرب إفريقيا لا يحبون المنتخب المصري، وهذا بالدليل وبالتوضيح على أن حسام على أنه رمى الجمرة جمرته مشتعلة بالنسبة للجمهور العربي خاصة الجمهور المغربي. الحمد لله على نعمة الفوز، والحمد لله على أننا فزنا ولن نتباكى أمام جيراننا كما بكوا في المباراة الماضية باش نطرقوا واحد القوس اللي هو مهم كما شرنا في الفيديو السابق على ان ضربة جزاء كما كانوا كيتباكوا الجيران ديالنا، وكما كان هذاك البوق ديال حفظ الدراجي كيسرع على ان هناك ضربة جزاء الحكام، هناك على ان نفس الطريقه سبحان الله ونفس بوزيسيون ديال اللاعب ديال النيجيري على ان الكره ضربت في الرجل ديالو وضربت في يده. في قوانين ديال الفيفا ما كتحسبش ضربة جزاء. كذلك في المباراة التي تلت ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب النيجيري نفس البوزيسيون نفس الطريقة، كانوا كيصرحوا على أنها وكانوا يحتجوا على الحكام ويحتجوا على الصحافة وعلى الكاف ونظرة البلبالة والقيم على أنها ضربة جزاء. عذرا وليد الركراكي صراحة عارف قوانين الفيفا، ما التجأش للحكم وطلب ضربة جزاء ولا احتج على الحكم ولا بالنسبة للاعبين. الحكم كان واقف شاف اللقطة، ما هضر مع حتى شي واحد، ما هضر لا مع فار ولا مع حكم مساعد ولا مع حتى شي واحد. الحكم شاف اللقطة على أن الكرة ضربت في اللاعب في الرجل ديال اللاعب النيجيري ولا ضربت في اليد، ما كتحسبش ضربة جزاء. هذا هو الحسب القانون ديال الفيفا راه واضح في هذا سميتو. ندخلوا نهضروا على التكتيك ديال اللاعبين. اليوم ابانوا على مستوى جد عالي في التكتيك. اول لاعب اللي تحصل على تنقيط ممتاز هو نايل العناوي. اليوم حمقهم باللغه ديال كره القدم، بحال نقولوا حمقهم، نقولوا هبلهم، سطاهم. لاعب في وسط الميزان غاية في الروعه، لاعب ممتاز جدا تكتيكيا، كيخرج الكواري، كيهرس الكره،
كيعطي الكره في الدار ديال المدافعين ديال المنتخب النيجيري، كيفتك الكره، كيعاون الزلزولي في الجهه اليسرى، كيعاون حكيمي في الجهه اليمنى، يعني كيعاون الحاج مزراوي. يعني لاعب ذو جوده عاليه صراحه، لاعب مستوى العالي. لعب مع السبانيول ومع البرتغال ومع البرازيل، نتاع عليك مغمضين، لاعب طب صراحه. ندوزو للحاج المزراوي اللي اليوم صراحه الحاج المزراوي او نصر المزراوي كان اليوم يعني في الطب ديالو. اليوم عطى ماشي غير الجهد ديالو، عطى يعني الماكسيموم ديال الجهد ديالو. كذلك الزلزولي امتع وابهر واعطى يعني اعطى الركراكي على انه لاعب محوري، يعني ذاك البوست او ذاك المركز هو اللي غيتكلف به في يعني في جميع المسابقات والمنافسات للمنتخب المغربي. اما بالنسبه للحارس بونو بلا ما نهضروا عليه، راه جوج بارات ديالو يعني صراحه كيذكرنا بالمونديال ديال قطر 2022. كان في المستوى العالي جدا، اكرد لا مسينا لا الكعبي بزاف د اللاعبين الكوتشينغ اللي دار ركراكي، دخل بن صغير، دخل تيرغالين، دخل سمو قولوا لي انا ما بقيتش عاقل. راه هادشي هذا راه بزاف صراحه. اليوم يعني لعبنا مع المنتخب النيجيري، منتخب قوي صراحه. صراحه المنتخب واقف في الملعب، كيبان لك الملعب يعني اللاعبين ديال المنتخب النيجيري واقفين عارفين اش كيديروا. ملي كتكون الكره عندنا كما قلنا في الاول كيديروا التحول السريع في الهجمات المرتده بالنسبه للمنتخب المغربي. وملي كتكون عندنا حنا الكره عاود كذلك، يعني المدرب ديالهم عارف اش كيدير. قرا الركراكي صراحه، قرا مزيان، قرا الكوتشينغ ديال الركراكي، قرا يعني قرا جميع السلبيات والايجابيات للمنتخب المغربي. ندوزو البيلانتيات. بصراحه البيلانتيات انا ملي شفت ايغامان يعني راجع من الاصابه ودخل كبديل وغادي يتير بيلانتي، الوقفه ديالو من خلال التهيئه باش غيضرب ديك البيلانتي، صراحه حسيت بانه غيضيعها وعرف شو غيضيعها. ضيعها بنفس الطريقه اللي ضيعها بانون في المونديال ديال قطر ضد اسبانيا، كانت الضربه الثانيه والحمد لله من ضيعها في الضربه الثانيه. وصراحه سقط في الارض، كان كما اللاعب ديال الارجنتيني كان غيموت واقف، ولكن سقط، ولكن مشى عنده اللاعبين، ومشى عنده بالاخص اللاعب نصيري وشدوه، قال له راه حنا عندنا بونو راه غيشد الكره. وصراحه بونو يعني جمع جميع القوى ديالو، تفكر المونديال وشد الكره. وهذيك الكره الثانيه اللي شد هذاك صعيب باش تشد ديك الكره، يعني باش تكون غادي انت في اليمين وترجع لليسار راه ماشي سهله، او تكون غادي لليسار وترجع لليمين راه ماشي سهله صراحه. برافو الركراكي، برافو المنتخب المغربي، برافو جميع اللاعبين، برافو الجمهور، برافو الصحافه، برافو يعني جميع الاشياء المحيطه بالمباراه. والحمد لله ما بقاوش نتباكاو، وحنا كنغلبوا يعني كنربحوا بالكره وكنغلبوا بالكره. ما كاينه لا فار، ما كاينه لا قجع، ما كاينه لا موتسيبي لا رئيس الفيفا، لا هو كنغلبوا بالكره. وباش يعرفوا باش يتاكدوا ان الجزائري لان راه المنتخب المغربي راه فاز بالكره، راه وصلنا مع المنتخب النيجيري حتى لاقصى درجه، يعني وصلنا معهم حتى لضربات الجزاء وحتى اخر رمى، وبقينا واقفين في الملعب 120 دقيقه يعني بنفس الريتم بنفس النهج التكتيكي اللي رسمه الركراكي من بدايه المباراه حتى نهايه المباراه. وشكرا للمنتخب المغربي، وشكرا لوليد الركراكي، وشكرا للاعبين. وان شاء الله الكاس ستكون مغربيه باذن الله. باش نذكركم ان المنتخب المغربي لن يواجه المنتخب السنغالي في جميع مسابقات كاس افريقيا ولو مره. اول مره سوف يواجه المنتخب المغربي المنتخب السنغالي في كاس افريقيا وفي نهائي. بقاو جوج السباع ديال المنتخب المغربي والسباع ديال المنتخب السنغالي هما اللي بقاو. اما تما كلشي مشى بحالو. الاسبوع اللي بقى المنتخب المغربي بالكبرياء ديالو كيلعب في مدينه الرباط، والمنتخب السنغالي بقى كيلعب في مدينه طنجه. والحمد لله المغرب فتح له الابواب وقال له اجل عندي الملعب مولاي عبد الله بالرباط لكي تجرى مباراه النهائي يوم 18 او يوم 18 يناير ان شاء الله الساعه 9، ولنا عوده ان شاء الله في الموضوع. وتحياتي وشكرا لكم والسلام عليكم واستودعكم الله.